السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في الفيديو ده برد على خرافات لأستاذنا وائل الصديقي حفظه الله في الفيديو الأخير بتاعه اللي بيتكلم فيه عن مزايا اللي بيديها الجيش الأمريكي للجنود أو المجندين بتوعه زي ما تسميهم. من ضمن الخرافات دي يا اخوانا خرافة ان الجيش الامريكي بيعطي مرتبات جامدة للجنود. وانا بقول لحضراتكم ان الحد الادنى للاجور في امريكا $7.25 الساعة، بتصفصف لها على 6 أو 5 وشوية في الساعة. ماشي، الجندي الامريكي ما بياخدش الحد الادنى، بياخد اكتر من كده لان مرتبه بيكون في حدود بيبتدي ب $1917.63 في الشهر، مرتب شهري. الجندي الامريكي بيقبض بالشهر وملوش دوام اضافي. يعني انت في امريكا لو بتعمل $10 الساعة، بعد 40 ساعة الساعة تبقى بساعة ونص، يعني تاخد 15 الساعة. طيب بالنسبة للجندي الأمريكي لا، ملوش دوام إضافي، يعني عادي بيشغلوه 60 ساعة و70 ساعة زي العبد، وال30 أو ال20 ساعة الإضافية دي ما بياخدش عليها فلوس زيادة. هو 1900 الشهر او 2000 الشهر بياخدهم مرتب شهري، ما بيقبضش بالساعة زي المواطن المدني. فالجيش الامريكي عادي يشغله 10 ساعات و20 ساعة و30 ساعة و40 ساعة اضافية من غير ما يدفع له فلوس زيادة. وأتحدى أن أخونا وائل الصديقي يقول هذه الحقيقة عن الجيش الأمريكي. الجيش الأمريكي يا أخوانا مرتباته من أقل وأدنى وأحط المرتبات في أمريكا، وبالذات لو بنتكلم عن مرتبات الجنود. مرتبات اللي هم الضباط اعلى شوية، بس ايه الضباط طبعا بيحتاجوا لمؤهلات، لازم يخش لكلية عسكرية، لازم حوار طويل يعني، وعلى كل يعني بتبقى مرتباتهم اعلى شوية. لكن الجندي الامريكي مرتباته زبالة، مش مرتبات عالية، دي هي الصراحة. طيب اخونا وائل قال ان انت لو انت جندي في الجيش الامريكي هتتعلم في الجامعة ببلاش. وفي حقيقة الامر يا اخوانا، عشان بس حتى لو عايز لو عايز تدرس طب يا اخوانا، عشان تدرس طب في امريكا انت بتتكلم عن $500,000، 500,000، 400,000 دولار او ايا كانت القيمة. فانت الجيش الامريكي كل اللي هيديهولك كجندي هم 50,000، 40,000 دولار تدرس بيهم. لو عايز بقى تدرس زيادة مثلا يديك 75,000 دولار قرض بدون فوائد. ماشي، دي ميزة انه بيديك قرض بدون فايدة. فبس هو ده ما في الامر، ان هو بيدي قرض بدون فايدة، 75,000 دولار. بعد كده بقى عايز تدرس الزيادة بقى من جيبك الشخصي، لكن ما فيش حاجة اسمها انها مفتوحة على البحري. لو انت جندي في الجيش الامريكي تدرس اللي نفسك فيه وزي ما انت عايز وبالفلوس زي ما انت عايز، مش مفتوحة على البحري حضراتكم، لا. وقال ان اهل الجندي الامريكي يستحقوا العلاج مجانا. الكلام ده صحيح في حالة واحدة، لو هم مش شغالين وانت كجندي امريكي بتصرف عليهم، هم ديبندنت. في الحالة دي ايوه هم مستحقين لحاجة اسمها تراي كير باكج بتاعت رعاية طبية. ولازم يا اخوانا لما تسمع عن اي باكج طبية في امريكا تعرف كويس هي بتغطي ايه وما بتغطيش ايه. مفيش حاجة اسمها في امريكا ان دي باكج بتغطي كل صغيرة وكبيرة، لازم تعرف بالظبط هي بتغطي ايه. فاهالي الجندي الامريكي بياخدوا حاجة اسمها تراي كير هيلث كير باكج. ده في حالة لو هم ناس ما بيشتغلوش. لو هم بيشتغلوا مش هيكونوا مستحقين
لهذه الرعاية الطبية ولهذا العلاج الطبي المجاني. فالناس في امريكا يا اخوانا ما بتموتش على الجيش زي ما اخونا وائل بيقول، ولا الجيش في امريكا بيعطي مزايا بنت وسخة زي ما اخونا وائل بيقول. الكلام ده خرافة من العيار، دي كلها خرافات من العيار الثقيل. كمان بيقول ان الجيش الامريكي يديك الجنسية لما تخش كده من اول شهر، ولا من اول ما تخش الجيش سلام عليكم هيدوك الجنسية. هذه خرافة ايضا من العيار الثقيل. انت لما بتخلص على الاقل سنة خدمة عسكرية في الجيش، بعدها ب6 شهور من حقك انك تقدم على الجنسية، وبعدها ب5 سنين من حقك تاخدها. فحتة ان الجيش الامريكي بيدي الباسبور الامريكاني بمجرد ما تخش، لا، هذه خرافة. واخونا وائل اخطأ لما قال الكلام ده. كذلك اخونا وائل اخطأ لما قال ان الجيش الامريكي مليطة. لا، الجيش الامريكي مش مليطة. واي حد اي علاقة جنسية يثبت حدوثها بين جندي وجندية في اي في القاعدة العسكرية من دول، هيكون في عقاب شديد القسوة. وبعرف اي واحد ناوي انه يلتحق بالجيش وفي نيته انه سمع اخونا وائل بيقول ان الجيش الامريكي مليطة، لا، انت لو انت هتخش الجيش وعملت اي حاجة مع مجندة، انا بعرفك من دلوقتي الحقيقة هي ان هو هتاخد عقاب قاسي وقاسي جدا. فدي هي الحقيقة، حتى بصرف النظر عن مين اللي قالها. اما اللي اخونا وائل قالوا سواء عن ان الجيش الامريكي مليطة، او ان الباسبور هتاخده في اول ما تخش، او ان اهالي الجندي بيتعالجوا ببلاش، او ان انت بتاخد جامعة ببلاش سداح مداح، او ان انت مرتباتك في الجيش الامريكي من اعلى المرتبات، كل دي يا اخوانا خرافات من العيار الثقيل. ما تصدقوش الكلام الفارغ ده يا اخوانا، ما تصدقوش الكلام الفارغ ده. وسبب ان انا بقول برد على الفيديوهات دي يا اخوانا اللي طالعه من امريكا، هو ان الواحد منكم يخطط حياته صح، ما يخططهاش بناء على خرافات. الخرافه يا اخوانا تظل خرافه، حتى لو اللي قالها يوتيوبر بيتابعوا 10 مليون مش نص مليون زي اخونا وائل. انا بقول لكم الخرافة تظل خرافة. فانا برد على الفيديوهات دي عشان حضراتكم تخططوا حياتكم صح. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.